هلا والله متابعيني، حياكم الله. اليوم راح أسوي لكم شوربة لذيذة وسهلة سريعة ما يحتاج لها ومشبعة ومفيدة بنفس الوقت. انزين، أباكم تجربوها تقولوا لي تعليقاتكم في التجربة. ويلا نبدأ معاي تجربة الشوربة أو مكونات الشوربة. في البداية هني 3 مكونات راح أقطعهم. طبعا مكون البطاطس، الجزر، أحاول أقطعهم صغير نفس القوام، ومع الملفوف. طبعا انتو عادي تبوا تخلطوهن بعدين في الخلاط من يذبلن فوق النار، أو تدعصوهن عشان يستوي قوامهن نعيم وحرير، تقدروا تشربونها ما تحسوا بالمكونات. طبعا هني على نار عالية زيت زيتون، وقلبت كل المكونات مع بعض، وبعدها ضفت ماي، تقريبا كوبين ماي، وتركتهم تقريبا 15 ساعة 15 دقيقة عفوا. وبعد ما 15 دقيقة دعصتهم. بعد ما دعصتهم ضفت الماي مرة، وضفت البهارات اللي هي مع الشوفان أول شيء، عفوا البروتين الشوفان، ومع الفلفل الأسود والقرفة والهيل والماجي والملح والورق الزعتر، وخلطتهم مع بعض. خليتهم نفس الشي 15 دقيقة عشان يتكونوا مع بعض. بعد 15 دقيقة ضفت كريمة الطبخ، تقريبا كوب كامل مال ماي، وبعدين 5 دقايق وبس. علينا وعليكم بالعافية. تكتبوا تعليقاتكم، تسووا لي لايك كومنت، وشكرا.